الأكلة الوحيدة بالعالم اللي طيبة سندويش وصمون وبتتاكل حاف كمان، كبدة الدجاج بطريقة كتير سهلة وما في أي زنخة. بنسمي بالله وبنستمتع. بسم الله. لا لازم حتى السندويشة نعطيها حقها للأمانة لأني شكلها بشهي. بسم الله. بوعدكم تعتمدوا هي الطريقة دائما. بدي استعمل كيلو من كبدة الدجاج مقطعها خشن ومنظفها كتير منيح ولا على النار وكمية كتير مرتبة من زيت الزيتون. بسم الله. طبعا يا حبايبي فيكم تغسلوها تسلقوها، هذا الشيء برجع لكم، بس بهالحاله مع الاسف رح تخسروا كثير من فوائدها، لهيك اعملوها بطريقتي وبضمنكم ما يطلع فيه اي زنخ. هلا مجرد ما يحمى الزيت بنسمي بالله وبنبلش بننزل بالكبده. بسم الله. بنخليها بدون تحريك 4-5 دقائق لحتى تضل محتفظه بالسوائل اللي فيها، وبهالحاله ما بيطلع فيه اي زناخه، وبعد 5 دقائق على الضبط بنبلش بنحرك على الخفيف. بسم الله. عدى عليها 5 دقائق ثانيه وصار وقت نشيل، انا اصلا ما بدي اياها مستويه 100%. بسم الله. بنزيد شويه زيت زيتون وبننزل بصلتين مقطعين شرايح. بسم الله. حمصنا شويه بصل بننزل بسنين توم ونحمص، وصابات ننزل بشويه شرايح فلفل حاره بتعطي طعم كثير طيب، طبعا هي اختياريه. بسم الله. تحميصه مرتبه، ومن بعد التحميصه المرتبه يا حبايب يكون حان الوقت لحتى نرجع. وبالنسبه للبهارات معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره اليابسه. بسم الله. ونص معلقه صغيره من الزنجبيل المطحون، وشويه فلفله، وشويه فلفل اسود، واكيد الملح حسب الرغبه. تحميصتين 3 وبتكون اكلتنا صارت جاهزه. لحتى نجهز صوص الطحينه بنحتاج 3 معالق كبار من الطحينه. بسم الله. ومعلقه كبيره من لبن الزبادي. بسم الله. وسنتوم، وبنحتاج عصير نص ليمونه، ورشه صغيره من السماق والملح، وبنبلش نخلطهم كثير منيح مع بعض، وبنبلش نخفف قوام الطحينه بالمي وبنخلط خبز وصمون، وبننزل اول شيء بالطحينه اللي جهزناها. بسم الله. فلفله، خلل او كبيس، والكبده. الله كيف محافظه على قوامها بجنن. اهم شيء دعموا لي اياها من الزيت، وتحبوا تختموا بالليمون او بالدبس الرمان. هيك سندويشنا صار جاهز، وعلى نفس الزيت اللي زال عنا بالكبده بنبلش بنحمص. بسم الله.